توقعت ان نفوز، يعني احنا قلنا 50-50 قبل المباراه، لكن في نفس الوقت قلنا لو الهلال احرز هدف النص ساعه الاولى يعني حتسهل المباراه للهلال وتصعب على الوحده، وهذا اللي حصل الحمد لله. ايا كانت النتيجه المهم انه شرف نيل الكاس الغاليه هذه، كاس تحمل اسم غالي علينا، اضافه بطوله جديده لنادي الهلال فيها اولويات، اول نهائي في المدينه الرياضيه هذه، نهائي في مكه المكرمه الله يشرفها، كاس جديده، بطولات متعدده على 4-5 سنوات بهالبطوله تحديدا، اضافه بطوله جديده للهلال مهمه لنا جميعا. ايش اللي يميز الهلال عن الوحده سمو الامير؟ يعني الوحده فريق كبير قلنا، يعني فريق ما وصل للنهائي لانه استحق، النتيجه لا تعكس يمكن ما بقول مستوى الوحده، مستوى الوحده ما كان بشكل طيب، ولكن لا تعكس اسم نادي الوحده، يعني نادي الوحده يظل نادي كبير. احنا من قبل المباراه سر يمكن فوز الهلال هو الاحترام الشديد لنادي الوحده. عشان ما طول سمو الامير، ايش سر خلطه نادي الهلال في جميع البطولات؟ والله شوف، لما يكون في عندك جمهور زي الجمهور الهلالي هذا، لما يكون عندك اعضاء شرف زي اعضاء شرف نادي الهلال، الجميع على قلب واحد وكلمه واحده، الشيء هذا ينعكس ايجابيا على روح الفريق نفسه واللاعبين. لما يروح مدرب ما ينهز الفريق، لما يروح لاعب اجنبي ما ينهز الفريق، لما يروح لاعب محلي ايضا يعتزل ما ينهز الفريق، لانه مو فريق النجم الواحد ولا فريق اللاعب الواحد، هو فريق للي يخدمه. ايضا الحمد لله من فضل الله على نادي الهلال انه ما يطارد خلف انديه، يعني ما يراقب الانديه الاخرى، يراقب نفسه، يشوف شغله كيف ماشي ويمشي، يحاول يطور من مستواه. اذا في نواقص يحاول انه يعالجها، اذا في اخطاء يعترف فيها، ما يشغل نفسه في الانديه الاخرى وامورها.